بشكل رسمي نادي الدحيل القطري يقدم لاعبه المغربي حكيم زياش قادما من نادي غلطة سراي التركي. أعلن نادي الدحيل القطري الممارس في دوري نجوم قطر اليوم الخميس عن تعاقده رسميا مع المهاجم المغربي الدولي حكيم زياش، وذلك بعد انفصاله عن نادي غلطة سراي التركي، ويأتي هذا التعاقد ليمثل أول تجربة للاعب المغربي في الخليج العربي بعد مسيرة حافلة في الدوريات الأوروبية. وقال نادي الدحيل عبر موقع إكس: مرحبا بك في الدحيل يا أسد حكيم زياش، معلنا بذلك عن انضمام اللاعب المغربي إلى صفوف الفريق. ويبلغ حكيم زياش من العمر 31 عاما، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي هيرنفين الهولندي قبل أن ينتقل إلى تيفينتي ثم أياكس أمستردام عام 2016، حيث لعب دورا بارزا في تحقيق الفريق للعديد من الإنجازات. وفي عام 2020 انتقل إلى نادي تشيلسي الإنجليزي قبل أن ينضم إلى نادي غلطة سراي التركي في صفقة انتقال دائم الصيف الماضي بعد قضائه فترة إعارة مع النادي التركي. وخلال فترة وجوده مع غلطة سراي هذا الموسم شارك حكيم زياش في 11 مباراة، لكنه لم يكن من بين التشكيلة الأساسية بشكل دائم، مما أثار تساؤلات حول مستقبله مع النادي التركي. ويأتي انضمام حكيم زياش إلى فريق الدحيل في وقت يتصدر فيه الفريق دوري نجوم قطر تحت قيادة المدرب كريستوف جالتيه، حيث يمتلك الفريق 29 نقطة بعد 13 مباراة. ومن المتوقع أن يعزز اللاعب المغربي من قوة الفريق الهجومية، خاصة مع خبرته الكبيرة التي اكتسبها من الدوريات الأوروبية.